حيان الأب بص حواليه شمال ويمين ونادى على ابنه: يا جابر تعالى بسرعة، البيت فاضي دلوقتي، نقدر نعمل التجربة الكيميائية قبل ما أمك ترجع من السوق. جابر بص لباباه باستغراب. باباه كان شايل في إيده وعاء من النحاس وقال: بابا هتعمل إيه بالوعاء ده؟ ده وعاء طهي. جابر قال: يا بابا تاني؟ مش إحنا فشلنا قبل كده؟ الأب كان متحمس وشد جابر من إيده التانية ودخل الغرفة اللي في آخر البيت، قفل الباب بإحكام. الغرفة كانت مليانة بالزجاجات، بواطق، الأنابيب، أجهزة التقطير. الأب كان دايما بيقضي معظم وقته فيها يقرأ كتب ويعمل تجارب. الأب طلع لفة من فوق الرفوف وبدأ يشيل القماش واحدة واحدة بعناية فائقة لحد ما ظهرت إزازة صغيرة. مسكها الأب باعتزاز ورفعها قدام جابر وهو مليان سعادة وقال له: عارف الإزازة دي فيها إيه؟ الإزازة دي فيها السائل اللي مذاب فيه حجر الفلاسفة. جابر بص بدهشة وقال: حجر الفلاسفة؟ الأب قال وهو بيتأمل السائل الأزرق بإعجاب: أيوة، وصفه العلماء باللاتينية واليونانية، ده السائل اللي يقدر يحول أي حاجة لذهب. اشتريته من تاجر يوناني ما كانش عارف قيمته، أنا الوحيد اللي عارف قيمته، وأنا اللي هحول النحاس لذهب. يلا يا ابني نبدأ الشغل. جابر بدأ يساعد أبوه بكل همة وحماس. الأب قال: هجيب الأول سائل ينظف الإناء النحاس من كل الشوائب اللي فيه. جابر نزل الإزازات المطلوبة ورتبها جنب بعضها ونظف الإناء بالمية. جابر قعد يراقب أبوه بانبهار، كان دايما بيعجب بقدراته على مزج السوائل وتحويل ألوانها في ثواني. كان بيحط الأحمر على الأزرق ويتحول لسائل ملوش لون، بعد كده يحط السائل ده على النار فيتحول للون الأخضر. تجارب كتيرة ومثيرة كان الأب بيعملها قدام جابر. الأب مسك بوتقة من الزجاج وقلب السائل فيها كويس وقال: هو ده سائل التنظيف، خلاص بقى جاهز. بدأ يحط بعض القطرات على أجزاء من الإناء. جابر شاف إن لون الإناء اتحول للأحمر المسمر وبعد كده اتحول للون أبيض براق. جابر قال بدهشة: يا الله، ماما هتندهش لما تشوف الإناء نضيف كده. الأب قال له: مامتك هتندهش أكتر لما تشوفه متحول لدهب. وبدأ الأب يستخدم حجر الفلاسفة ويحط قطرات من السائل ده في البوتقة ويضرب سوائل تانية. ده جوهر الذهب، ده بريق النجوم. جابر قال: بابا إزاي عرفت التركيبة دي؟ الأب قال بالفعل: قريت نصها في كتاب يوناني قديم والنص التاني من اختراعي. الأب سخن السائل على النار لحد ما لونه بقى أصفر زاهي. قلب جابر بدأ يدق والأب بيقرب من الإناء ويتمتم بكلمات يونانية غامضة. الأب بدأ يحط السائل في الإناء وفجأة طلعت كمية كبيرة من الأدخنة، ألوانها أحمر أخضر أصفر. كمان كان في أصوات غريبة جدا كأن في غليان شديد قوي. جابر ندى: بابا هي إيه الأصوات دي؟ الأب قال بسعادة: المعدن بيفقد خواصه القديمة وبيكتسب خواص جديدة. دي عملية شاقة يا جابر إن النحاس يتحول لدهب. جابر ما قدرش يشوف حاجة من كتر الدخان الكتير اللي ملا الغرفة وحس إنه بيتخنق. صرخ: بابا وبعدين؟ الأب قال بانتصار: بص ده الدهب. جابر مسح دموعه اللي كانت نازلة منها الدخان وشاف إن الإناء بقى لونه أصفر، بس بعد كده اتحول للون الأحمر وبعدين الأسود وبدأ يدوب وينصهر ويتحول لكتلة سودة بيطلع منها دخان كثيف. الأب وقف ساكت وجابر مذهول، وجه صوت الأم من عند باب البيت وهي بتسأل: إيه اللي بتعملوه ده؟ الأم فتحت باب الغرفة ودخلت وشافت الكتلة المنصهرة وصرخت: إنائي العزيز، ده آخر واحد كان عندي، مستحيل مستحيل. الأب حاول يدافع عن نفسه وقال: مستحيل، التجربة كانت مظبوطة، أنا اخترعتها بنفسي. الأم صرخت: طب والله ما في أكل النهاردة ولا بكرة، وخرجت وهي غضبانة. الأب كان لسه ماسك إزازة السائل وجابر حس إن الإزازة دي هي سبب الجوع اللي هيعانيه بقية اليوم. الأب صرخ: التاجر اليوناني غشني، ده مش حجر الفلاسفة. جابر ضحك رغم كل حاجة حواليه، الدخان، الإناء المنصهر، والجوع كمان. جابر عمره ما نسي اليوم ده أبدا، ولما كبر فضل يمارس نفس الهواية اللي علمها له أبوه. جابر بن حيان أجرى تجارب ناجحة واكتشف إن الكيمياء علم بيحتاج لدراسة مستمرة وبحث دقيق. جابر بن حيان أجرى تجارب ناجحة اكتشف إن الكيمياء علم بيحتاج لدراسة مستمرة وبحث دقيق. ألف أكتر من 50 كتاب وتسمى أبو الكيمياء وزعيم العلماء العرب. جابر بن حيان أدرك إنه عن طريق التجارب ممكن يصنع الأدوية، الأصبغة، يحسن الصناعات، يساهم في تركيب المعادن، نسج الأقمشة،
صناعة الزجاج والورق. جابر محولش النحاس لذهب، لكنه اكتشف إن الذهب الحقيقي هو إننا نتعلم ونطبق اللي اتعلمناه عشان نساعد الآخرين ونحسن حياتهم. كنت معاكم مروة بكر.